الو، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا ديال السنه الجديده. اليوم ان شاء الله تكون عندنا حصه ديال الطهر غنمشيو نترينيو. المهم خوتي غادي نوجدو الروبا ان شاء الله. المهم سميتو كنبدا في الفيديو. ها هو الخدمه ديالو، ها هو تمام. وكنتفرج في هذا جو بونس راكم كتعرفوه. تبارك الله ديفلوب راسو واحد النيفو اللي ناضي بزاف. هذا تبارك الله ما شاء الله. هادشي اللي كاين. كيما شفتوا يلاه جينا للاصل دابا وروبا ديجا واجده. ها هي غادي نبارطاجيها معاكم. ها هي اختي. المهم داير هنايا مقرونيه بطاطا مسلوقه. بالنسبه للميسكل اللي كيشوف واحد عنده ضعيف بزاف، شنو هو الحل؟ هو انه يترينيه 2 مرات في السيمانه. اي ميسكل عندك ضعيف بزاف ترينيه 2 مرات في السيمانه وان شاء الله غتبان النتيجه. احسن حل اللي درتو انا راسي ما نكذبش عليكم، ومنين زدت بحثت لقيت فعلا هذه المعلومه صحيحه. الصح والعلميا واللي تم اثباته خلاص كلنا دلوقتي بقينا مقتنعين بيه، انك تتمرن العضله مرتين في الاسبوع احسن بكتير من انك تتمرنها مره. ليه بقى؟ عملوا مجموعه ابحاث لقوا ان الناس اللي اتمرنت العضله مرتين في الاسبوع عملوا كميه عضلات وقوتهم البدنيه زادت اكتر بكتير من اللي اتمرنوا العضله مره واحده بس. طبعا ده مع افتراض الراحه وافتراض الريكفري بتاعك وافتراض التغذيه الكويسه ونسبه البروتين المناسبه وكل العوامل اللي تساعدك انك تستفيد اكبر استفاده من انك تتمرن العضله مرتين في الاسبوع. طب ديال الميسكل اللي تيكون ضعيف بزاف وكترينيه وكدير له الحصه ديالو ما تيبانش ما تيديفلوباش، حاول دير له 2 حصص. انا الظهر داير له 2 حصص، كنترين له 2 حصص